اهلا بيكم في اول فيديو معايا في القناه. هنعمل النهارده طواجن مكرونه في الفرن بصدور فراخ. دي الفراخ هحط لها معلقه هوت صوص، بابريكا وفلفل اسود، وكمان هستخدم التتبيله دي تتبيله شيش طاووق، هحط منها معلقه ونص كده. بس حطيت دلوقتي كل البهارات، البابريكا والشيش طاووق والفلفل الاسود والهوت صوص، وهقلبهم كويس مع بعض. بس كده قلبتهم كويس مع بعض، هخليهم في التلاجة وبعدين نرجع نكمل باقي الخطوات مع بعض. انا شوحت البصلة ودلوقتي هحط عليها الفراخ كده. بتقليبة كده مع البصل. دلوقتي بقى هحط له الفلفل الاخضر، نقلبهم مع بعض. فلفل بارد وحامي الاتنين مع بعض كده تمام. استوت. حطي عليها وحطيها في الطواجن. طلعت معايا كده 3. يلا في نفس الطاسة هنعمل الصلصة بتاعت المكرونة. دي بصلة صغيرة جدا واخدت لون بس، وهنزل بيها ب3 معالق صلصة. خليها تاخد لون شوية كمان. ايوه بس كده. بس كده، وهغطيها بفويل وهدخلها الفرن. ده شكله بعد ما استوى، بس انا هعمل له وش بيتزا. ثواني كده هوريكم. وده شكله بعد ما طلعته من الفرن. عملت معاه بطاطس محمرة وسلطة. بس ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.